بوليسي مغربي غيرونها في فاس وفي مراكش وفي بزاف د المدن المغربيه، وغيقدر يضرب مبالغ هائله د الفلوس اللي ما يقدرش مواطن عادي يجمعهم في حياته كامله. ولكن الطريقه باش غيشدوه البوليس كانت طريقه مستفزه، واللي غتكون على يد الدريه يلا عندها 17 عام. علاش ما عاقش وعلاش ما ضربلهاش الحساب؟ كمل معايا الفيديو حتى الاخر وغتعرف كل شيء. البطل ديال القصه ديالنا هو علي كان كسول في القرايه ديالو وديما ناجح غير بدفع الله، ولكن واحد الحاجه كانت في علي وما كانتش في كاع الدراري، واللي هي حلاوه اللسان، اي انه كان ناجح اجتماعيا، وهذا الشيء اللي غيخليه محبوب عند كاع الاساتذه. المهم علي غيسالي القرايه ديالو وما غيبان ليه غير واحد الكونكور ديال البوليس غادي يدفع عليه، وهي هذيك باش جا باش ضايع غينجح في الكونكور وغيبدا الخدمه، بحيث عطاوه واحد البوست ديال لي كارت ناسيونال، يعني اللي بغى يقاد لا كارت ناسيونال ولا شي حاجه بحال هكاك. ولكن داك الصالير ما كانش كافيه، داكشي علاش غيفكر يزيد في داك الصالير بواحد الطريقه جهنميه. مثلا ملي كيجيب له شي واحد شي ملف كيشد عليه داك الملف وكيحيد منه التنبر ديال 20 درهم وتيقول ليه راك جيتي ناقص، خاصك واحد التنبر ديال 20 درهم. فهنا داك المواطن تيكون خصو غير يقضي الغرض، فتيدور يمشي يجيب التنبر، وعلي تيقول ليه بلاتي ها هو واحد التنبر عندي هنايا بلا ما تعذب وتمشي حتى للمكتبه. وبهذه الطريقه علي قدر يضرب فلوس صحيحه بهذا البلان هذا. ولكن علي غيزيد غير واحد شويه غيعيقوا به وغيحصلوه وغيصيفطوه يخدم في مراكش في واحد الحبس، بحيث انه غيبقى يبصم الحبيسيه جداد. وعلي عجباتو هاد الخدمه بزاف، ماشي حيتاش خدمه زوينه، ولكن علي كان داير واحد البلان في راسو وكيخطط ليه، وما غدوز غير واحد العامين حتى غيكونوا دازوا على عينيه اكبر الشفاره والسراقه ديال البزاطم في المغرب. وهنا غيكون الجزء الاول ديال الخطه د علي تسالى، بحيث انه غيدوز للجزء الثاني واللي غيجي من ديميسيون ديال علي من ديك الخدمه. فهنا علي غيتوجه لدوك البلايص اللي غتكون فيهم القضيه زاهيه بحال جامع الفنا ودوك البلايص اللي مروجين. المهم علي ما غيدير والو من غير انه غيشد الستون في شي قنت ويبقى يفيزكي مزيان حتى غيشوف شي واحد من هذوك الحبيسيه اللي بصموا عنده. فهنا الشفار ملي كيحصل ما كيلقى ما يدير، فكياخذ النص ديال الفلوس وكيعطي لعلي داكشي اللي بقى، وعلي بقى خدام بهذا الشكل حتى جمع شي 200 كارت ناسيونال. وهنا غيجي الجزء الثالث من الخطه ديال علي، وهو انه غيدير التصويره ديالو في كاع دوك لي كارت ناسيونال وغيفتح بزاف ديال لي كونط في بزاف ديال البنكات. وهنا غيكون الجزء الرابع من الخطه ديال علي، واللي غتكون فاس اللي معروفه بالمتاجر ديال الذهب، يعني كان كيشري الذهب وكيخلص الشيكات اللي ماشي بسميتو بل بهذوك لي كارت ناسيونال اللي كان كيجمع. ولكن باش يثيق الذهبي في علي كان كيشري من عنده في المره الاولى بشكل عادي، وكان كيعطيه في الاول شيك عادي وفيه الفلوس، وفي المره الثانيه ملي تيكون تثبت الذهبي مزيان تما كان كيضرب الضربه ديالو، وما كانش كيعطيهم الشيك حتى لديك 5 د العشيه، بحيث انه البنكات في ديك الوقيته كاملين تيكونوا سادين باش كيلقى الوقت الكافي باش يقلب 6 سعود لمدينه اخرى. وبقى خدام هكا سنين تضرب ملايين صحاح، حتى لواحد النهار هو خارج من واحد لوطيل كيتلاقى واحد البنت اسطوريه في الجمال، يلاه شاف فيها وشافت فيه وهي تضحك ليه واحد الضحكه. بقاو كيهضروا واحد شويه وهي تقول ليه انا من مراكش وهو يقول ليها حتى انا من مراكش. ملي تكوني تما سولي فيا باش نتلاقاو. هي هذيك تلاقاو في مراكش وهو شري ليها واحد الطوموبيل اسطوريه وبقى كيخسر عليها اموال كثيره. واحد النهار وهي تسولو قالت له منين كتجيب هاد الفلوس كامله؟ فهنا علي قال ليها كل شيء، وما غدوز غير واحد 3 ايام حتى غيشدوه البوليس. وهو جالس كيدير لونكيت غتدخل عليه ديك الدريه وهي تشدو واحد الصدمه قويه لدرجه انه بقى غير كيشوف. والخلاصه من هذه القصه هو انه مهما كنت كتشوف راسك خطير وعبقري، الا تعديتي الحدود ضروري غيجي واحد النهار اللي غتكون فيه النهايه ديالك. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم ونتشوفوا في فيديو واحد اخر. تهلاو.